حرفيا يا غالي اللي انت شايفه ده يعتبر اذكى واغرب دولفين ممكن تشوفه في حياتك، واللي فعلا مش هتصدق ضحك على المدرب بتاعه ازاي، واسمه بالتحديد الدولفين كايل، واللي كان مطلوب منه هو وباقي الدلافين اصحابه انهم ينظفوا بركة المية او حمام السباحة اللي هم عايشين فيه علشان الزوار اللي جايين الحديقة. فالمدرب بتاعهم كان بيدوم سمك هدية على كل ورقة يطلعوه من حمام السباحة. تقدر تقول كده يا حبيب قلبي بيحمسهم علشان يلموا اكتر وكمان بسرعة. بس الدولفين كايلي خد باله ان المدرب بتاعه بيدوله سمكة واحدة بس هدية على كل ورقة يطلعها من البركة مهما كانت حجمها كبيرة او صغيرة، فحب انه يشغل دماغه. طبعا يا غالي مش هتصدق عمل ايه، وده لانه بعدها على طول بسرعة بدأ انه يدور على ورقة يكون حجمها كبير شوية علشان ياخدها وينزل يخبيها تحت صخرة في قاع البركة من غير ما اي حد ياخد باله. انت متخيل الدماغ اصلا؟ واول يا غالي ما يشوف المدرب بتاعه جاي من بعيد ينزل بسرعة يقطع حتة ورقة صغيرة علشان يديها له وياخد سمك اكتر. والله لو بني ادم ممكن دماغه ما تجيبوش يعمل كده. والغريب بقى انه قدر يضحك على المدرب بتاعه وياخد منه اكتر من حوالي 70 سمكة لحد ما شبع يا غالي، وملا بطنه كمان ابن